احنا عندنا مشاكل كثيرة اقتصادية. هذه الدولة محاصرة. أنا لما أقول محاصرة أعني ذلك. هذه الدولة محاصرة، هذه الدولة محاربة. الميليشيا المتمردة ما عندها قدرة أنها تحاصر الدولة ولا عندها قدرة أنها تحارب الدولة، لكن من يدعم الميليشيا ويرعاها هو الذي يفرض هذا الحصار. احنا كل دول الجوار تم استعداء، تم شحنها، تم مش شراء زمام قادتها. معظم دول الجوار أصبحت تعمل ضد السودان وأصبحت تتآمر على السودان. كثير من دول الإقليم أصبحت إما تتفرج أو إما تدعم الطرف الآخر. هذه أمور كلها يمكن ستطيل الحرب، لكن لن نستسلم. هم يظنوا أنه إذا خنقنا السودان، ضيقنا عليهم، وقفنا منهم السلاح، وقفنا منهم الموارد، حيستسلموا. نحن نقول لهم ما في استسلام، وده وهم في روسين. زي ما طلع المتمرد في أديس كان قاعد مع القحاطة، قال لهم بعد 4 شهور في البدروم كان يجي يسلم طوالي. أول حاجة نحن بنقول هو قاعد في البدروم، هو السعور كله قاعد في بدروم. هو الزول بنضم ده، نحن كنا متابعينه من بيت وجدي لبيت فلان لبيت علان، وما ناسي ما قدر يظهر انه يقعد له في حته. نحن لا عندنا بدروم ولا عندنا، كنا قاعدين وسط عساكرنا زي الناس زي ذاتهم، كلنا كنا قاعدين سوينا، مرقنا سوا، مرقنا بسلاحنا، مرقنا بقوتنا، مرقنا بيدينا دين رغما عن انفه. وحيظل هو طريد، حيظل طريد زي ما هو طريد في دارفور ولا في الخرطوم، والله يتلبد ويتدسى من الناس. إذا كان حي ولا غيره، المهم هو طريد، هو طريد وحيظل طريد، وما حنخليه، حيظل طريد. هو ومن عاونه كلهم حيظلوا طرداء يتخبوا من وادي لوادي، من بدروم لبدروم. نحن متابعينه جيدا. هو قاعد ببيوت الناس، كان بيت ماله حقه. أنا كنت قاعد في القيادة وسط عساكري، هو قاعد في بيوت الناس من بيت لبيت، وليل الناس هم قاعدين في بيوت الناس. وهو امبارح بيتحدث عن السلام ويتحدث عن الحكومه، قال الجيش ما اتخذ موقف وفي ضرب يحاسب. بيحاسب منه؟ انت ناسي المجزره اللي حصلت، المجازر والاباده الجماعيه والتطهير العرقي اللي حصل في الجنينه؟ ناسي ما حصل في الخرطوم؟ ناسي ما حصل في قرى الجزيره؟ ناسي ما بيحصل الان في الفاشر؟ كيف تتحدث عن السلام؟ كيف ذاته يستقبلوك تستقبلك الامم المتحده، كيف يستقبلوك في دولة بتفتكرك أنت جزء من المنظومة الإرهابية العالمية، فيها جزء ثاني يستقبلك؟ هذه مفارقات. نحن في حديث ما قادرين نخوض عنه، لكن هذه المجموعة التي تجتمع في جنيف الآن طلعت بيان، أنا ألقمتهم حجر قبل ما يطلعوا البيان. قلت لهم هذا البيان ده نحن نعتبره مهزلة. إذا أنتم تشيدوا بدور الدعم السريع، والله بتتكلموا أنه الدعم السريع بادر. نحن لن نقبل انه مكان يشيد ناس يشيدوا فيه بالدعم السريع نمشي نقعد فيه ثاني، ولا نجتمع فيه، ولا نقابل الزول ذاته اللي قاعد فيه. ما في اهانه للسودانيين اكثر من الحاصله عليه الان. الان الشعب السوداني في دول بتهينه، في منظمات بتهينه، في ناس كثيرين بيهينوه. نحن ما بنقبل الكلام ده، ودماءنا ودماء السودانيين كلها دون ذلك. على العموم احنا هذا الجنيف دي ما عندنا زول بيمشي جنيف ولا بنمشي جنيف ولا عندنا علاقه بجنيف اصلا، ولا في زول ما بيحصل، ما بنمشي. يسمعوا ما يسمعوا، يقولوا ما يقولوا.